السلام عليكم صحابي وصحاباتي، معكم نسرين. بغيت نسولكم واحد السؤال قبل ما نبدا القصه. شنو غادي دير الا مشيتي عند الطبيب باش يتعالجك وفجاه لقيتيه كيدير معاك تصرفات ماشي عاديه وماشي مهنيه؟ اليوم غادي نحكي لكم على واحد الموقف اللي وقع ليا انا شخصيا، موقف صدمني وخلاني ما ننساش داك النهار كامل. قصه غريبه بزاف وغادي تخليكم تفكروا 1000 مره في الثقه اللي كتعطيو للناس. بقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا شنو وقع بالضبط، وما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتخليوا لي تعليقكم حيت رايكم كيهمني بزاف. السلام عليكم صحابي وصحاباتي، انا نسرين. اليوم بغيت نحكي لكم واحد القصه اللي صدقات غريبه وما توقعتش نعيشها في نهاري. نهار عييت بزاف، كان راسي كيدور، عييت ما نقدر نوقف وكنحس بحال شي واحد شادني من كتافي. قلت مع راسي واخا نكره نمشي عند الطبيب، ولكن هاد المرة ما عنديش كيفاش ندير، خاصني نمشي. مشيت لواحد الطبيب معروف في المدينة ديالنا، كيقولوا عليه زوين وكيفهم. دخلت للعيادة لقيت الناس عامرين، كل واحد شايل همه. هادي مسكينة ولدها مريض، هذا كبير في السن، هادي مرة شادة ولدها الصغير كيبكي. وانا جالسة وكنقول اش غادي يوقع ليا؟ واش لقاه فعلا طبيب مزيان ولا غير كيقولوا؟ سنيت واحد ساعة طويلة حتى نادات عليا السكرتيرة، لا نسرين تفضلي. دخلت لقيتو لابس بلونش بيضة، واقف وكيبان عليه وقور. سلم عليا وقال مرحبا لالا، اش كتحسي؟ قلت ليه وانا شاده راسي دكتور عندي صداع قوي كيدور بيا الحال وحتى النوم ما بقاش كيدخل ليا. هو بدا يسولني كتاكلي مزيان، كتشربي الماء، كتكوني عصبيه؟ وانا نجاوبت واحد بواحد. من بعد وقف وقال لي شوفي باش نتاكدوا خاصنا نديروا فحص، حيدي الفوق باش نقدر نشوف مزيان. انا في ديك اللحظه ما شكيتش في والو، قلت عادي راه بزاف ديال الاطباء كيطلبوا هاد الشيء. بديت نحيد وهو قرب عندي بزاربه، حط يدو على كتفي وقال لي ما تخافيش لا نسرين، غير ريحي وانا غادي نتهلا فيك. انا تجمدت، حسيت ان الهضره ديالو ماشي ديال الطبيب. وفجاه قرب ليا بزاف وحط فمو على رقبتي. تخلعت، ما بقيتش عارفه اش ندير. قلبي بدا يدق بحال شي طبله وعينيا عامرين دموع. قلت ليه وانا راجفه دكتور اش هاد الشيء؟ انا ما جياش لهاد الشيء، جيا غير باش تعالجني. ضحك وقال لي راسي لينا نسرين، ما تكبريش الموضوع، خلي راسك هاني وانا نوريك كيفاش ترتاحي. في هاد اللحظه حسيت براسي محاصره، شد يدي وبدا يلمسني بطريقه اللي مستحيل تكون ديال الفخس. قلت مع راسي لا ما خاصنيش نسكت، الا سكت راه غادي يزيد. جمعت قوتي، دفعته بقوه وقلت له بصوت عالي حشومه راه انت طبيب والناس كيعطيوك ثقه كبيره وانا ماشي لعبه بين يديك. بقى ساكت شويه، بان عليه الارتباك، يمكن ما كانش متوقع انني نوقفو عند حدو. لبست حوايجي وانا يدي كيرجفوا وخرجت من الغرفه. كنت خارجه والدموع نازلين من عينيا وحسيت براسي مخنوقه. منين خرجت للزنقه خديت نفس عميق وقلت مع راسي شحال من مرة تقدر تكون طاحت بحال هاد الفخ وسكتات حيت خايفه من كلام الناس، شحال من وحده ساكته دابا. قسمت مع راسي انني ما نبقاش نعطي الثقه العمياء لحتى واحد، حتى لو لابس بلونش ولا كيبان انسان محترم.